السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا شهيوات رائعه بزاف. غادي نحضر حوته بواحد المذاق رائع بزاف، غادي ينال الاعجاب ديالكم. وغادي نحضر شوربه الدجاج اللي كتجي شوربه خفيفه وكتكون حتى هي لذيذه. وغادي نحضر واحد المملحه، وايضا غادي نحضر هاد الطارت اللي كتكون بواحد الكريمه لذيذه بزاف بزاف، غادي تنال الاعجاب ديالكم. مرحبا بكم في قناه شهيوات منيا، على بركه الله. اول حاجه غادي نحضر عندي الطارت اللي غادي نحتاج ليها 300 غرام ديال الطحين، درت قريصه ديال الملحه ودرت السكر. غادي نخلي لكم المكونات ديال الطرط مضبوطه في صندوق الوصف. من بعد كنضيف عندي الزبده، كنخدم بالزبده من الاصل الحيواني ماشي المارغرين اولا النباتيه. صافي غادي نرمل عندي الطحين هو الاول حتى كيولي عندي كله مرمل على هذا الشكل هذا. صافي كنضيف عندي هنا واحد الحبه ديال البيض، شوفوا معايا كيفاش كيولي. وكنبدا كنجمع عندي هذا الخليط بهاد الحبه ديال البيض. هنا ما كفاتنيش بيضه، زدت عندي نص بيضه وكنجمع كل شيء حتى كيولي عندي العجين على هذا الشكل هذا. صافي بعد ما غير كيتجمع ما كندلكوهش البنات، غادي نغطي عليه بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه كيرتاح على جنب. صافي هنايا هذه نص بيضه اللي بقات ليا ما غاديش نضيعوها، غادي نخدموا بها في اناء ثاني. غادي نحضر الكريمه اللي غادي نحتاج ليها 500 غرام ديال جبن كريمي. انا كنخدم بجبن فيلادلفيا كيعطي واحد القوام واللذه زوينه. هنا غادي نضيف عندي السكر وغادي نضيف هنا غادي نخلط عندي هاد السكر مع هاد الجبن هما الاولين حتى كيندمجوا شويه هكا مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نضيف عندي هنايا نشا اولا المايزينا. جميع المكونات غادي تلقاوها في صندوق الوصفه البنات. انا هنا ما كنعطيكمش القياس لانه غادي نخليه لكم مكتوب بالضبط. عندي هنايا واحد المعلقه صغيره وربع هكا ديال الفانيليا السائله. انا كنخدم بهاد الفانيليا اللي عمرني نبدلها لانها راه هذه الفانيليا كناخذها من واحد المغازه كتبيع المنتوجات الغذائيه اللي كتكون بيو او عضويه. هذه ماشي نكهه اصطناعيه، هذه رائعه بزاف. صافي غادي نخلط عندي المكونات مزيان مزيان. من بعد غادي نضيف عندي 2 حبات ديال البيض. انا هنا خدمت الحجم ديال البيض كبير، فغادي نخلي لكم شحال القياس ديالو باش تجيكم الكريمه في القوام هي هذيك. هنا كنضيف عندي داك النص ديال البيضه اللي كان بقى ليا من العجين باش حتى هو ما كيضيعناش. صافي وغادي نخلط عندي هاد المكونات مزيان مزيان. هنا البنات ممكن انكم تضيفوا واحد الملعقه صغيره ديال العصير ديال الحامض اولا واحد القشر ديال حبه واحده ديال الحامض، يعني غير حبه صغيره ما تكونش كبيره. خذوا القشر ديالها بدون ما انكم تبشروا داك القشر الابيض باش ما يعطيش ديك يمرر لينا الحشوه. صافي شفتوا معايا الخليط كيفاش كيولي. خديت عندي العجين وكنمدو مزيان فوق الورق ديال الزبده وكنغطي عليه من الفوق بالورق ديال الزبده كيكون من التحت ومن الفوق باش ما كيتلصقش ليا وكيجيني ساهل في الطليق. صافي طلقت عندي العجينه ولبستها القالب وكنبدا كنشكها بالفورشيط اولا بالشوكه باش ما كتجيناش مبوقه اولا منفوخه. صافي كنوضع عندي هنايا الخليط اللي حضرته اولا الكريمه اللي حضرناها. راه كتجي بنينه بزاف بزاف البنات. هاد الطارت راه غادي تجربوها وانا متاكده غادي ترجعوا عندي في التعاليق وغادي تقولوا لي راه فعلا انها كتجي لذيذه. انا ما كنمدحهاش لاني انا صابتها ولكن فعلا جات زوينه البنات. صافي هنايا شوفوا معايا كنقاد عندي هذا الخليط، يعني كنقادو مزيان هكا. ومن بعد غادي نضيف عندي 500 غرام ديال الفريز. هذه ماشي 500 وهو الفريز كيف ما هو خديته فريش. صافي خديته وضعت وقطعته هكا قطع صغيره وضعته في واحد الكاسرونه ودرت معاه واحد المعلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض باش يبقى محافظ على اللون ديالو. ودرت واحد 3 المعالق ديال السكر. الحلاوه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. حطيته كيطيب على عافيه اللي كتكون مهيله، يعني ماشي مهيله شمعه ولكن ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقناش، ما كياخذش الوقت بزاف باش كتحصلوا عليه كيولي بحال المربع على هذا الشكل هذا. صافي كنوضعوا هكا هكا، يعني شوفوا معايا ما درت لا نشا لا والو البنات، راه كنأكد ما درت لا نشا فيه لا حتى شي حاجه، غير الفريز بوحدو. هنا عندي التوت هذا اختياري، بغيتو ديروه انا كان متوفر عندي درتو. كنوزع بالمعلقه ما عطاتنيش داك التوزيع بحال اليد. صافي كنخدم هكا غير بايدي باش كيجيني داك التوت موزع على الطارت كامله. هنا كناخذ عندي واحد الموس وكنبدا كندير عندي حركات على هذا الشكل هذا. ممكن تاخذوا واحد العويد عود خشبي وتبداو ديروا هاد الحركات بطريقه عشوائيه غير باش يجيكم من الداخل بحال فيه زخرفه.
او ممكن تخليوه كيف ما هو. صافي كنحاولوا اننا نخبطوه شويه، غير ما تخبطوش، انا خبطوه على الرخام. صافي. وهنا كناخذ عندي واحد سباتيل وكنبدا كننزل عندي داك العجين باش كتجيني الكريمه قد القياس ديال العجين قد القياس ديال الكريمه، ما كتجينيش ديك العجينه طالعه والكريمه نازله. اكيد فهمتوا واش بغيت نوصل لكم، يعني ضروري هاد المرحله كتنزلوا العجين القياس ديال الكريمه البنات باش يجيكم نفس القياس. صافي هنايا في هذه الاثناء الفران عندي كيسخن، سخنته على المده ديال 15 دقيقه. هنا كنوضع عليه في الوجه الرقائق ديال اللوز او اللوز افيلي وغادي ندخلها الفران. هنا غادي نحضروا الشوربه. في طنجره وضعت عندي زيت الزيتون، زيت البلديه، وضعت عندي هنايا قياس واحد المعلقه ديال الزبده، كتعطي واحد اللذه زوينه في هذه الشوربه. وما نساوش ان الزبده كتمشي في التشحار ديال البوارو او البورو باش كيجيكم البنات بنين. هذا البورو كيبغي الزبده سبحان الله، يعني كيجي ألد ما اننا نشحروه غير في الزيت بوحدها. وهذا كيبقى ذوق اختياري، يعني كل واحد يدير داكشي اللي كيعجبو. صافي كنشحر عندي داك البوارو حتى كنشوفو غادي يبدا يذهب. غادي ناخذ منه واحد شويه ديال الكميه، غادي نشوفوا اشنو غادي ندير بها من بعد. هنا عندي الدجاج اللي مغسول مزيان ومقطع هكا قطع اللي كتكون صغيره، غادي نشحرو غير بوحدو مع هذا البوارو. ما درت هنا باقا ما درت لا عطريه لا والو. هنا خاصنا الدجاج ما يطلقش لينا الماء ديالو. هنا شفت الزيت عندي ناقصه، زدت عندي شويه ديال الزيت باش يلاه يتشحر ليا داك الدجاج مزيان. صافي هنا غادي نضيف عندي المنسمات اللي فيهم الزعتر طريه وفيهم ورقه سيدنا موسى. ما عندكمش الزعتر طريه البنات صافي ماشي مشكل، ديروا غير ورقه سيدنا موسى. ولا عندكم قعقله ديروا واحد جوج حبيبات فقط، غير جوج ما تكثروش. هنا عندي خيزو خديته قطعته رقيق، وعندي بطاطا حتى هي مقطعه هكا رقيقه، وعندي حتى القرع الاخضر اولا القرعه اللي حتى هي مقطعه هكا رقيقه. يعني نقطعوهم هكا صغار كيكون في الشوربه افضل، لا في الشوفه لا في الماكله كيجيو هكا احسن. صافي وغادي نشحر عندي هاد الخضره غير شويه حتى كنشوفها بدات كتحمر، ماشي غنخليو حنا الخضره تحمر، غير تشحر شويه. صافي كندير عندي هنايا البزار، درت عندي قياس واحد المعلقه صغيره مع مرش ديال البصل بودره، درت القزبر يابس ضروري كيعطي واحد البن زوينه البنات. وغندير سكينجبير، غندير عندي الفلفله حمراء اولا التحميره قياس واحد المعلقه صغيره ما تكونش مقبه وما عامراش بزاف، قياس جوج دريسات ديال الثومه مدقوقين في المهرز ما يكونوش محكوكين، من الافضل دقوهم مع شويه الملحه. وعندي هنايا شويه الملحه اللي كتكون على حسب الذوق. صافي وشحرت عندي هاد الخضيره مزيان حتى تلبسات ليا بديك العطريه. من بعد كنضيف عندي قياس 3 المعالق ديال الطحين اللي بطبيعه الحال خاصو يكون مغربل. البنات الطحين يا اما كديروا الدقيق ديال الارز، يا اما الدقيق ديال الكينوا، يا اما النشا ديال البطاطا. سبق لي وكنت صورتهم لكم ولكن ماشي هنا في القناه الثانيه، اسمحوا لي غادي نعاود ننزل لكم البنات نفس هذا الماركات ديال هادو باش كنخدم ديال الكينوا والبطاطا باش تعرفوا منين تاخذوهم، وغادي نخليكم حتى البلايص فين غتلقاوهم. هنا كنمرق بالمرق ديال الدجاج. صافي وغادي نغطي على الشوربه ونخليها كطيب. في طنجره ثانيه درت عندي الزبده ودرت عندي زيت البلديه وعندي هنايا الفطر. هنا غادي نحضروا الحشوه اللي غادي نديروها مالحه اولا غادي نديروها بحال واحد البريوش اولا نقولوا فطائر، حضرتهم بحال شكل ديال الكرواسه وعمرتهم بهاد الحشوه هذه. صافي هنا الفطر باش يجيكم بنين ضروري كنشحروه في الزيت البلديه ومع الزبده، وكنديروا شويه ديال الزعتره، واحد جوج عويدات هكا ديال الزعتره كيخليو هذا الفطر كيجيكم منسم ورائع بزاف. انا من عشاق الفطر. شوفوا معايا البنات الفطر كيولي عندي بدا اللون ديالو كيذهب. ملي كيوصل هاد المرحله هذه صافي كنزولو وغادي نوضع في نفس الطنجره بلا ما نكثروا علينا كثره الماعن. غادي نوضع عندي صدر ديال الدجاج اللي حتى هو مقطع هكا صغير منشف من الماء بطبيعه الحال، وغادي نخليه كيتشحر غير بوحدو. صافي من بعد غادي نضيف العطريه اللي فيها البزار، السكينجبير، شويه ديال القزبر يابس، غندير شويه الملحه، عندي واحد الريس ديال الثومه، شويه الفلفل الاحمر اولا التحميره، وهذا البوارو اللي كنت خديته من الطنجره. صافي غادي نضيفوه هنايا باش ما نبقاش نشحروه جوج مرات، نشحروا لهيه ونشحروا هنا. صافي هنايا غادي نمرق بواحد الكويس ديال الماء طيب وغادي نغطي عليه وغادي نخلي هاد الدجاج كيطيب
على خاطرو انا ما كنقتنعش بهذيك الطريقه ديال انني صافي غير نشحرو فقط، لا خاصو يطيب باش ما يكونش كيتغزز، واللحم خاصنا نطيبوه. صافي هنايا بعد ما طاب عندي الدجاج، خديت عندي داك الفطر اللي سبق لي وحضرته. الفطر البنات كنزول ليه القشره ديالو وكنقطعو، يعني ما كنغسلوش، انا فقط كنكتفي انني نزولو القشره ديالو ونمسحو بواحد المنديل يكون مبلل وكنخدم به. ضفت عندي قياس واحد شويه ديال المعدنوس، قياس واحد المعلقه صغيره، وعندي جبن الشيدر. بالنسبه للجبن كيبقى لكم الاختيار، كتخدموا باي نوع ديال الاجبان نتوما كتفضلوه. بغيتو ديروا جبن مدخن، بغيتو ديروا جبن احمر، بغيتو ديروا اللي عجبكم ديروه، اي نكهه نتوما كتفضلوها. انا كيعجبني هذا. و الجبن هذا باش كنخدم يعني متاكده من المكونات اللي فيه بالمنفعه اللي كتكون ماشي من اصل حيواني. المهم صافي هنايا غنرجعوا للشوربه بعد ما حضرنا الحشوه ديال الملح، وباقي غنضيف ليها الجبن الكريمي. درت عندي هنايا الكريمه ديال الطبخ، وضفت عندي حتى الاخير بحال دورناها، درت عندي الجلبانه ودرت البروكلي. صافي هنايا غادي نحضر صوص ديال الحوت. عندي هنايا 4 الحبات ديال المطيشه اللي حكيتها ودوزتها في الصفايه، حيت لي هذيك القشره الا كان شي حاجه، والزريعه ديالها. درت عندي القزبر ومعدنوس، الثومه، وكنديروا عندنا سكينجبير، شويه ديال الكمون ما نكثروش، القزبر يابس. عندي هنايا البزار. هذا الكمون دائما الكميه في الاول تكون هي بسيطه باش ما يعطيناش المروره. صافي غنضيف عندي هنايا الحامض المصير، انا كيعجبني بزاف الحامض المصير في الحوت. ممكن ديروا العصير ديال الحامض، هادشي كيرجع لكم. درت عندي الملحه، وغادي ندير عندي ورقه سيدنا موسى والزعتر طريه. انا الزعتره ما كتخطانيش، دائما عندي كنخدم بها بزاف، كتعجبني وكتنسم. هنا غادي نضيف عندي الفلفله اللي خديتها وقطعتها هكا قطع طوليه رقيقه. الا عندكم الوقت البنات غادي ديروا فلفله مشويه تشويوها في الفران، عاد غادي ديروها اولا تطحنوها اولا تقطعوها رقيقه. درت عندي هاد البصله اللي كتكون هكا صغيره، وعندي الطماطم الصغيره حتى هي كل حبه قسمتها على 2 وكنخدموا بها. الفلفله سبق لي انا درتها في الشرموله ديال الحوت، شويتها كتجي رائعه بزاف. كان سبق لي ونزلت هذه الوصفه في الفيديوهات تاعي السابقه، حتى نعاود ننزل لكم ان شاء الله الوصفات. وكندير راس معلقه ديال الخرقوم باش ما بغيتش انا لاصوص يجيني صفر، كندير غير شويه. الشرموله ديال الحوت فيها التحميره، فيها البزار، فيها الكمون، فيها القزبر يابس، فيها الثوم بودره، اللي عنده يديروا، اللي ما عندوش ما يديروش. عندي هنايا القزبر ومعدنوس، عندي الثومه، عندي العصير ديال الحامض، اشنو اخر، العصير ديال الحامض، وعندي حتى الحامض المصير. هذا الحامض المصير اللي دارت عليه السنين شويه وغادي يكحال عندي، لانه هذا محضر على الطريقه ديال الزمان. يا سلام، كيولي معسل غزال وكيكحال مع السنين. صافي هنا خديت عندي ديك الحوته، كنشرملها بديك الشرموله اللي كنت حضرتها. هنا غادي نطيبها البنات في الفران، تتجي رائعه بزاف بزاف البنات. انا ما كنبغيش نمدح الحاجه بزاف، كنبغي الحكم يبقى الناس اللي غادي يجربوا ديك الحاجه. ولكن الا ما مدحتيش انت الحاجه، شكون غادي يمدحها؟ راه يعني ديك الحاجه انت صايبتيها بحب ووقفتي عليها وهذا، وكتجي بنينه وكتبغي تقاسميها مع الحباب، كنمدحوها باش نشجعوكم. صافي درت في الكرش او لا في الكرش ديال الحوته شويه ديال الزعتر وورقه سيدنا موسى، وغادي نغلفها مزيان البنات. ما غاديش ندير الورق ديال القصدير، صافي غير هكا كافي. كندخلها الفران يكون سخون. وهاد الحشوه المالحه درت عندي هاد ما عرفتش اش غادي نسميه، واش بريوش واش فطائر واش اشنو. درتهم بواحد العجينه كتجي زوينه بزاف البنات. الا بغيتوها خلوا لي في التعليق ونشاركها معكم بالتفصيل، والعجينه غادي تنفعكم، يعني كتنفع بزاف بزاف بزاف. ومهم الا بغيتوها خلوا لي في التعليق. شوفوا معايا البنات، هنايا الشوربه ديال الدجاج بعد ما كتوجد كتولي خاطره على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه بزاف بزاف. الا بغيتوا البنات نشارك معكم نفس الشوربه، ولكن كاين بعض الاختلافات، كنديرها بالكروفيت كيجي غزال بزاف. غير الكروفيت ماشي بقوه الانواع ديال الحوت، غير الكروفيت، ولكن بطريقه كيعطيها واحد المذاق رائع بزاف. وهنا اضافه اخيره للحشوه المالحه، جبن فيلادلفيا قياس واحد المعلقه. وهنا غادي نرجعوا
الشرموله او هذه اللي حضرنا اللي غادي نرافق بها السمك. شوفوا معايا كيفاش كتعلق، وما تحركوش بالمعلقه بزاف البنات باش الحبه ديال البصله تبقى محافظه على الشكل ديالها وما تخرجش لكم وكلها غادي تدقدق تولي مدقدقه. وهنايا صورت لكم هاد الفطائر اللي حضرت من الفران وقت الخبز ديالهم كيفاش كيجيو رائعين. شوفوا اللون ديالهم كيفاش تيجي. هنا غادي نقسم معكم البنات باش تشوفوا من الداخل. انا ما غنقولش لكم البنات انهم كيجيو خاوين، لا، كتكون فيهم واحد شويه ديال البابه ماشي بزاف. وهاد الطحين باش كنخدم البنات راه ما فيهش اضافات، ما فيهش محسن الخبز، كيعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. مهم الا بغيتو حتى نصور لكم النوعيه ديالو. انا هنا يعني من حقكم انني نصور لكم كيفاش جا الخبز من الداخل او هاد الفطائر. يعني انا ممكن نقول لكم يعني كيجي هكا، ولكن لا، راه ما يمكنش، يعني كتجي فيه شويه ديال البابه. ما كاين ما احسن من المصداقيه باش تشوفوا كيفاش كيجي البنات. البابه ما كتكونش غليظه بزاف. اللي كيبغي البابه انا صراحه وللامانه خليتها ما حيتهاش، انا حيتها باش نتوما تشوفوا البابه شحال واش يعني ما كتجيش كثيره بزاف، يعني خفيفه. صافي هنايا خديت عندي هاد الفطائر وكنعمرهم بالحشوه المالحه اللي حضرت معكم، ودرت شويه ديال الخس. صافي بركه، اللي بغى يزيد اي اضافات تانية يزيدها. وهكا كتكون عندي هاد الحشوه جاهزه. هنايا الحوته بعد ما كنخرجها من الفران حتى هي كنوضع عليها هذاك لاصوص اللي حضرت من الفوق ومن الجنيبات. عرفتوا ديك هاد لاصوص اولا هاد الشرموله تجي واقفه في اليدام ديالها. كنزين بشويه ديال الحامض وشويه ديال القشور ديال الحامض، والتزيين والتقديم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. وهنايا الشوربه البنات معليش واخا كطير شويه، يعني الحمد لله الماء كينقي كل شيء، معليش سكبتها في هذيك الانيه. وعندي الطارت اللي زينتها بشويه ديال السكر بودره هكا من الجوانب. وهادو هما الشهيوات اللي حضرت، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. وهنايا البنات بالنسبه للطارت اللي حضرت حتى هي تتجي بنينه بزاف بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر. كنتمنى ان هاد لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم والتشجيع ديالكم الا شفتوا ان المحتوى يستحق. بسلامه.